السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ أسرار. وصفتنا لهذا اليوم هليلات محشيين بالجبن وصدر الدجاج. هذه الوصفة رائعة، نتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجابكم. نروحوا للمقادير. مقادير الحشوة هي حبة بصلة مقطعة إلى قطع، 300 غرام صدر دجاج مقطع مكعبات، جبن شيدار، زيتون أخضر، معدنوس، 3 مغارف زيت. التوابل عندنا ملح، فلفل اسود، كركم وزنجبيل. نروح نحضروا الحشوه. في المقلاة انا حطيت البصل يتقلى حتى يولي لونه ذهبي، ونضيفوا له صدر الدجاج يكون على نار هادئه، ومن بعد نضيفوا التوابل. بعد ما يطيب لنا نضيفوا له زيتون اخضر حسب الذوق، معدنوس. بعد ما طابت لنا الحشوه نحطوها في صحن باش تبرد لنا، لانه الحشوه لازم تكون بارده. ونروحوا نحضروا العجينه. مقادير العجينه: 250 غرام فرينه، نص مغرف سكر، نص مغرف خميره، 3 مغارف زيت، ملح، وخميره الحلويات 5 غرامات، مغرف زبده، وماء دافي نجمعوا به العجينه. ممكن تستبدليه بالحليب. انا حطيت السكر والخميره، نضيف لهم الزيت، يعني نضيف المقادير الكل ما عدا الزبده. نضيف الملح والخميره، نخلطوهم، ونضيفوا الماء الدافئ بالتدريج. تقدري تستعملي في دارة الماء الحليب. بعد ما جمعت لنا العجينه نجيبوا مغرف زبده ونعجنوا العجينه لمده 3 دقائق حتى تجمع لنا. بعد ما جمعنا العجينه بالطريقه هذه نحطوها تخمر لنا لمده 20 دقيقه، وممكن اكثر حسب حراره المطبخ. بعد ما تخمرت لنا انا شكلتها على شكل كرات كما تلاحظوا. نجيبوا فرينه ونفتحوا العجينه، نفتحوها على شكل مستطيل بالطريقه هذه كما تلاحظوا. كي نفتحوا العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه. على شكل مستطيل. ومن بعد نجيبوا الجراره نفتحوا العجينه شرائح كما تلاحظوا. ونجيبوا الحشوه بعد ما بردت لنا نحطوها في المكان اللي ما شرحناهش بالجراره. الحشوه ممكن تستعملي اي حشوه. من بعد نجيبوا جبن شيدار، تقدري تستعملي اي نوع. انا نفضل جبن شيدار. ونغلقوا على العجينه بالطريقه هذه ونلويوها ونشكلوها على شكل هلال، ونغلقوا الزوائد، نغلقوها ونحيو الزوائد عفوا. بعد ما تخمرت لنا نجيبوا صفار بيض وندهنوها ويكون الفرن شاعل من قبل. بعد ما تطيب لنا من التحت نشعلوا عليها من الفوق. هذا هو شكلها النهائي. نتمنى انها تنال اعجابكم. كما تلاحظوها طريه كما تلاحظوا. وانا الكميه هذه خرجت لي 7 حبات. اتمنى انها تنال اعجابكم وتشتركوا في القناه
وفي وصفة جديدة